دلوقتي الجراحة ما بقاش معناها زي زمان، لأن بعد ظهور تقنيات حديثة زي الميكروسكوب والمنظار الجراحي الموضوع اختلف تماماً، وخصوصاً في جراحات العمود الفقري. حالات زي الانزلاقات الغضروفية وضيق القناة العصبية وكسور الفقرات ممكن يتعمل لها جراحة عن طريق التدخل المحدود، أو اللي بنقول عليه المينيمال انفيسيف سباين سيرجري، ودي بتكون عن طريق جرح صغير لا يتعدى 3 سم، وده طبعاً تطور في جراحات العمود الفقري. أول حاجة بيسأل عليها المريض هو شكل الجرح، أو بمعنى أصح ليه أعمل تدخل محدود وما أعملش العملية بالشكل التقليدي العادي؟ أحب أطمنك إن عمليات التدخل المحدود الجرح بيكون فيها صغير، مدة الإقامة في المستشفى أقل، ده حتى الألم بعد العملية بيبقى أبسط والتعافي أسهل. طيب هل ده مناسب لكل المرضى؟ أكيد لأ، ده بيكون على حسب نتيجة الإشاعات والفحوصات والكشف اللي إحنا بنعمله معاك في العيادة، وبعدها بنحدد لك إذا كان يناسبك ولا لا. خليني أقول لك إنك مش محتاج إنك تتعايش مع الألم، ولا إنك تمشي على مسكنات فترة طويلة تتعب معدتك، وده مش حل جذري نهائي. أنت محتاج إنك تزور دكتور خبرة في مجال التدخل المحدود للعمود الفقري، وهو هيحدد لك خطة العلاج المناسبة.